من أهم مراحل أمتنا العربية اليوم. هذه المرحلة التي تعاقب فيها سوريا وتعاقب فيها إيران وعوقب فيها لبنان والمقاومة، عوقبوا جميعا من أجل كلمة فلسطين. هل هذا العقاب الذي اشتعل اليوم في العالم العربي وكله الآن بدأ يتوضح، تدمير الجيش العراقي، تقسيم السودان، تدمير الجيش الليبي، تمزيق الصومال، تدمير اليمن اليوم بهذه الطائرات التي لا تبقي ولا تذر، الطيران التركي الذي قصف بالأمس الباب وقتل 18 إنسانا من أسرتي من أقاربي، أول أمس الجد والعم والأب والأم والأطفال و4 نسوة. أتساءل، أين هذا الطيران العربي والإسلامي الذي يجب أن يتوجه باتجاه فلسطين لتخليصها من الصهاينة؟